اليوم غادي نشوفوا اخطر المغامرين المغاربه اللي حكموها في المحتوى ديال المغامره الجن والخلعه في اليوتيوب المغربي. بدايه بايمن سيمباي، هو واحد من افضل صناع المحتوى اللي داتو في اليوتيوب المغربي بكثر من 3 مليون مشترك، والفيديوهات اللي الجوده ديالهم هاربه بزاف على القنوات الكبار في ديك الوقيته. مدار الشين ديالو بالضبط في 2016. ولا لاحظتوا في الفيديوهات ديالي ديما فاش كنذكر شي يوتيوبر ضروري من البدايه ديالو فاش تكون عام 2016، لانه ببساطه احسن عام دات في اليوتيوب المغربي والعربي بصفه عام. وعام 2016 حتى 2017 كان كيدير واحد المحتوى اللي بعيد بزاف على التصورات ديالكم. ايمن بدا بالجيمنج، ولكن السبيسيال هنا كان كيلعب العاب ديال الرعب بحال لعبه مريم. السلام عليكم الجيمرز، معكم ايمن سامباي، فيديو جديد، جيم بلاي جديده. اليوم عندنا واحد اللعبه ديال الرعب سميتها مريم اللي دارت البث في ذاك الوقيته. وهنا ايمن قرر يبدل المحتوى وركز بزاف على الرعب، واللي هذا المحتوى كان منعدم عندنا في اليوتيوب المغربي، وبدا باول فيديو واللي هو لعبه ويجا اللي تفرجني فيها ايامات العز. وايمن الهاشمي كان اول واحد غادي يجرب هذه اللعبه في دارهم من مور 12 ديال الليل. قرا كتاب شمس المعارف في لايف، وانتم عارفين خطوره هذا الكتاب وشحال من واحد تلطم سبابه. الله وإياك أن حرف الألف هو أول مخلوق خلق من الحروف، وهو الواحد في العدد، لأنه منه أسرار الأقوال كما أن الحروف من أسرار الأفعال. مشى لديور مهجوره بالليل، اقتحم مقبره بوحدو في الليل. 2016 حتى 2020 يوتيوب عرف احسن مغامر دات في الويب المغربي، يوسف دليل اولا سوا الدراري. ويوتيوب المغربي ولا حتى هو تعرف في 2016 مع حمريطه وسامباي، واللي بدا المحتوى ديال الجنون ومنتصف الليل حيت شاف ايمن سامباي وتانسبيرا منه ولا كيدير محتوى بحاله. لعب لعبه مريم، دار فيديوهات ديال الضحك، ولكن غيجي واحد النهار وهادشي كامل غادي يتبدل. يوسف غادي يروح واحد الفيديو بعنوان تحدي منتصف الليل، واللي جرب يلتدع جن برودي ماوي من مور 12 ديال الليل. وكان قال في الفيديو انه بوحدو في الدار ووالديه مشاو شي عرس، وشعل الشمع وبدا كيعيط وسمع التشرقيب والتريه كتحرك وتختشى تحت الطابله وهو هابط من الدروج. ودار هذا الفيديو العفوي اللي تشار في المغرب كامل ديك الوقيته، ولا ميم لدرجه الصحافه جات عندهم حتى للدار وصوروا معاه حلقات. صافي اسمح لي اللعب ولا ما بقاش نديرو نجيب لأنه كحلت الدرس. لكن يوسف دليل ما كتعتبرش اخطر مغامر مغربي، بل غير التذكير فقط. والقصه ديال هذا الفيديو اللي داخل في النيش اللي كندويو عليه حنا دابا وضحنا لشي ناس كيتفرجوا فينا وصافي. اكثر من 100 مليون مشاهده و2 المليون في القناه ديالو. بالناس اللي كل نهار كيفرض راسو على انه اخطر مغامر داز في المغرب، وهادشي نظرا للمغامرات الاعجازيه اللي باقا لحد الان حتى شي واحد ما دار بحالها. بدا في 2021 محتوى من اجل البقاء، ولا فيها كيقصد الغابه عريان واي حاجه كيلقاها كياكلها وكيدير فيديو بحال واحد النهار لقى طوبه ودار بها طاجين، كل هنديه بالشوك ديالها، كل الحناج تجميته وبزاف. ومن بعد المغامرات والفيديوهات الحمقى اللي كان كيدير في الغابه، انتقل للمغامرات الاعجازيه في الليل بحال يمشي للمستشفى ماجور مسكون وتلقى القران تما، فيديوهات في الجبال تسد الانفاس، حفر قبر وجرب الحياه ديال الناس اللي كيموتوا، وهادشي بلا معدات ولا طاقم تقني غير بوحدو. بلا ما نزيد نقول لكم بالناس شكون هو وشنو دار، حيت المعرف الذي لا يعرف كل شيء عارفه وكيتفرج فيه. زيزو فلوغ هو يوتيوبر مغربي بكثر من 500 ديال المشتركين. بدا في 2018 بحكم هو كان عايش في المكسيك، فراه كان كيدير فيديوهات تما وماشي فيديوهات عاديه. ندخل لافقر الاحياء ولقيت اشخاص كيعبدوا الحجر. ندخل لاخطر حي في الكاريبي وانتم راكم عارفين. ندخل لاخطر الاحياء جمهوريه الدومينيكان، والفيديو اللي بلبلها في السوشيال ميديا هاد الايام واللي هو دخل لاخطر حي فافيلا في البرازيل. مشى لفافيلا صور ناس بالسلاح وهو كيدور في وسط الحي، كلشي كيشوف فيه المافيات وبنادم واشم تما. وللعلم فقط ماشي هو اول مغربي مشى لفافيلا، بل شروقات الفيديو اللي داروا هادي عامين واللي مشى صور الجانب المخفي ديال هاد المدينه. وزيدو حتى هو يلتحق يدوز معنا في هاد الفيديو حيت كتعتبر مغامر ومغامر ديالها بصح بحكم المتابعين الكثار ديالو. ولا نسيت شي واحد قولوها لي في لي كومونتير، وتهلاو في راسكم اخوتي.